هل الاقتناع العقلي بمذهب المعتزلة في تأويل آيات صفات المولى عز وجل يتنافى مع صحيح الاعتقاد؟ وخصوصا أن دراسة مذاهب المتمسكين بالظاهر اللفظي وعلى رأسهم ابن تيمية لا يستريح إليها القلب، كقولهم له يد لا كالأيدي، أو نؤمن بأن له وجها لا كوجوه الحوادث. فإن هذه الأقوال تثير في القلب أشباح التشبيه والتجسيم والتجزئة والإبعاض. نرجو شفاء القلب بصحيح الاعتقاد بعيدا عن مهاوي التعطيل وشبهات التشبيه، ولكم الشكر. شوف، أنا هجاوب إجابتين. الإجابة الأولى إجابة عامة ونصيحة لك ولي وللحاضرين، وحاولها في كلمتين. إن الله تبارك وتعالى أراد بنا وأراد منا ما أراده الله تبارك وتعالى بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. فلا يصح أن نشغل عقولنا بما أراده الله بنا عما أراده الله منا، فنعمل العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه فيتلف وتهلك. دي إجابة عنه. أشرحها بالبلدي. يعني إيه؟ ربنا أراد بك حاجة، هو محضر لك حاجة، هيعمل فيك حاجة. إيه هي؟ إحنا ما نعرفش. لا عارفين هنموت إمتى، ولا عارفين هنموت فين، ولا عارفين الرزق اللي جاي بكرة قد إيه، ولا عارفين يوم القيامة شكله إيه، ولا عارفين يعني إيه جنة ويعني إيه نار. لا شفنا جنة ولا شفنا نار، ولا نعرف ملائكة عذاب من ملائكة رحمة، ولا احنا شفنا عذاب القبر ولا فتنة القبر ولا الدجال ولا نزول عيسى، وكل ده ما نعرفوش ولا هنعرفه ولا هنفهمه إلا لما نشوفه. فهو هيعمل فينا إيه ربنا؟ ما نعرفش. أما نقوم من على الكرسي ده ونخرج لحد بره هنا هيحصل إيه؟ كمان دقيقة ما تعرفش. هو مخبي الكلام ده علينا. شغل مخك فيه توصل لحاجة أبدا. زي اللي قاعد كده بيبص، بيقولوا بتبص على ايه؟ بقول لهم عاوز اشوف ميدان العتبه فيه ترميات ولا ما فيش. من هنا اشوف ميدان العتبه؟ ايوه هحاول. طب ما انت عينيك هتحمر وتوجعك مش هتوصل. ايه ما انت كلام مش مظبوط. عاوز تسمع بعينك، لا تسمع بودنك. فهتشغل عقلك في حاجه انت مالكش فيها، مش هتوصل لحاجه. نقعد نتداخل بقى. سؤال القبر شكله ايه؟ الملائكه اللي هتيجي تسالني شكلهم ايه؟ هم 2 ولا 3؟ طوال ولا قصيرين؟ شكلهم يخوف ولا شكلهم يطمن؟ طب دلوقتي الواحد لما ينزل القبر الجسد هيعذب ولا الروح؟ جسده هيخش الجنه ولا روحه اللي هتخش الجنه؟ طب الجسد بقى تراب، امال مين اللي هينسال؟ طب افرض واحد مات في البحر والوحوش كلته، قال له يوم القيامه صحيح الناس هتبعث عريانه؟ طب وعريانه يبصوا بعضهم لبعض؟ قال طب ومين اول من يكسى من الخلائق؟ طب وساعه ما نقف على الصراط ده ايه؟ ادق من الشعر واحد من السيف، شكله ايه؟ ونعدي عليه ازاي؟ وكلابيب وجهنم ومش جهنم، هل صحيح في خلد في جهنم؟ طب والجنه ايه؟ والابواب بتنفتح؟ طب والحوض والميزان والشفاعه؟ طب ايه يا ابني حبيبي؟ ايه؟ وربنا له عرش شكله ايه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الله، ال8 بس اللي بيشيلوا عرش؟ والعرش ده صغير بقى ولا كبير؟ وال8 ده قد ايه الواحد فيهم؟ دراعه قد ايه؟ صباعه قد السماوات ال7. ياه، وله كم راس؟ له 100,000 راس، كل راس فيها 100,000 عين، كل عين بتبص 100,000 لون، كل لون بتاع عدد، وله 100,000 لسان، كل لسان بيتكلم 100,000 لغه، وكل ايه يا ابني؟ صدعت دماغي، تعبتني. واخرت الكلام ده ايه؟ يفيدك بايه ربنا بقى؟ العرش شايله 8 ولا شايله 10؟ هنعمل زي كفار مكة لما قال عليها 19، قال بسيطة، ما دام 19 واحد على خزنة جهنم أنا كفيل ب18 منهم، وأنتوا عليكم واحد بس. إيه 19 نفر؟ 19 نفر خزنة جهنم وجاي تهددنا؟ مش قالوا كده أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليها 19. ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت عارف 19 دول قد إيه ولا شكلهم إيه؟ يعني خد بالك انشغلنا بال19. 19 مين وبتاع مين؟ مش ده الموضوع. ادي معنى اراد الله بنا. اما اراد الله منا ايه؟ حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابرار. ادي
ادي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ادي اتق الله حيث ما كنت تجد الله تجاهك. اتبع السيئة الحسنة تمحها. خالق الناس بخلق حسن. اقم الصلاة واصبر على ما اصابك. مر بالمعروف وانهى عن المنكر. اطع والديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صم يوما لله يباعد ربنا وجهك عن النار 70 خريفا. ادفع المهور للحور. هل تدري ما هي المهور للحور؟ قبضات التمر وفلق الخبز. كنس المساجد مهور الحور العين. إزالة القمامة من بيوت الله مهور الحور العين. والنظافة من الإيمان. ادي اراد الله منا الصلاة والصيام وخلق الحسن. ادي اللي اراد الله منا. شغل نفسك بقى. اصلي جنازة ازاي؟ واحد النهار جاي بيكلمني وبيتفلسف مش عارف ربنا فين والسماء والعرش وكان واصله فقلت له تعال. الاسئلة بتاعتك دي اسئلة كويسة جدا وانا اعرف اجاوب عليها، لكن مش هجاوبك الا لما تجاوبني انت الاول. تعرف تغسل ميت؟ قال لي لا. قلت له ليه ما تعرفش؟ قال لي ما اتعلمتش ليه؟ لما ابوك يموت مين هيغسله؟ هتجيب واحد من مكتب الصحه يرشه شويه ميه كده ويبخر وبتاع واي كلام، وبعدين يشيلوا الجثه والنعش ويخشوا بيها الجامع، ريحتها تاذي الامام اللي بيصلي، يروح ولا دي الله مع قرفان. ما انت بتصلي على الجنازه وريحتها فايحه، لان ما عرفوش يغسلوه، ما تناش وسطه، ما خرجش الفضلات من بطنه، ما تعرفتش تغسل ابوك، ما درستش الغسل. قال لي لا. قلت له طب تعرف صلاه الجنازه؟ تحفظ الدعاء فيها؟ طب لو كانوا ميتين 2 تثني الضمائر ازاي؟ طب لو كان طفل تدعي تقول ايه؟ تغفر له؟ ربنا يغفر له. يغفر له مين اذا كان ده غير مكلف؟ لقيته ما يعرفش. قلت له جاي تسالني في ربنا ومكان ربنا واين الله وكيف كان؟ امشي روح اتعلم الفرض اللي عليك الاول. فربنا اراد بينا واراد منا. اللي ارادوا بينا ما بينوش. ما تشغلش مخك بقى في حاجه مش هتوصل لها. شغل مخك في ايه؟ في اللي عاوزه منك ربنا. ربنا عاوز منك ايه؟ عاوز منك ايه ربنا؟ بعت لك جواب وبعت لك رساله مع رسول خاص اسمه محمد بن عبد الله. قريتها؟ قريت الجواب اللي جاي لك من ربنا؟ ربنا بينده لك بيقول لك يا بني ادم. انت منهم ولا لا؟ ولا من بني الحيوان؟ مش من بني ادم انت؟ مش تقول له نعم عاوز ايه؟ واحد نده لك قال لك يا حسين يا حسين، تقول له نعم اي خدمه، والله كلمه اتفضل. ولا يقول لك يا حسين ما تردش، ودن من طين ودن من عجين، بالله عليك. فما بالك واللي بينادي ربنا اللي خلقك بيقول يا ايها الانسان. انت مش انسان ولا انت ايه؟ طب لما يقول لك يا ايها الانسان مش تقول له افندم نعم عاوز ايه؟ يا بني ادم، يا ايها الناس، يا ايها الانسان، يا ايها الذين امنوا، يا عبادي. ما انتش واحد من دول؟ تبقى مصيبتك سودة. قريت القرآن؟ قريت القرآن كله؟ ما تقوليش ما بعرفش التفسير. ما تعرفوش مش مهم، اقراه بس، اقراه بس، هو عليه يفهمك لانه ده كلامه. انت تقراه بس، لازم تقراه. قول لي ما بعرفش اقرا واكتب، مالكش عذر. مش هقول لك اتعلم القراءه والكتابه، هقول لك اسمع. لان ربنا ما قالش اقرأوا القرآن ابدا، قال اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى ما استمع رجل للقرآن الا ورحم، فهم او لم يفهم، فمالكش عذر. ادي اللي مطلوب منك. مش تيجي هتقول لي بقى ربنا له ايد ولا ملوش ايد، وله رجل ولا ملوش، كل شيء هالك الا وجهه، يبقى له وجه. يد الله فوق ايديهم، يبقى له ايد. الاجابه الثانيه بقى، فهمتوا الاجابه الاولانيه؟ يبقى ما تشغلش مخك بحاجه ما انتش هتوصل لها، حاجه ربنا مخبيها. امال سمانا ايه؟ سمانا ايه ربنا ورضي علينا بايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب يعني ايه؟ بما غاب عنهم، لا شفت جنه ولا شفت نار ولا شفت ربنا. ولا انت شفت موسى والعصايه معاه؟ شفت العصايه؟ تؤمن بالعصايه ولا لا؟
شفت ايده لما خرجت بيضاء؟ لا ما شفتش. تؤمن ولا لا؟ تؤمن بان عيسى ابرأ الاكمه والابرص؟ تؤمن بذلك ولا لا؟ تؤمن بان لوط كان نبيا لله تبارك وتعالى ورسوله؟ طب انت شفت الكلام ده؟ طب ما تؤمن ازاي؟ يبقى بتؤمن بايه؟ بالغيب. يبقى ادي الايمان. خلاص اشوف بقى ربنا عاوز مني ايه، ده اللي ادور عليه وده اللي اتعلمه. الفلسفه ما توديش ولا تجيب، ده علوم، ده فضل من العلوم للناس اللي عاوزه تتفلسف وتتنزه، تسلي نفسها بقى. لما نمل من قراءه القران ودروس التجويد ودروس التفسير ومش عارف وايه والفقه والبتاع، عاوز اروح عن نفسي شويه، ابتدي بقى اقرا بقى في العلوم دي. ممكن نيجي الاجابه الثانيه بقى. شوف يا ابني، الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه امورا يشبه البشر فيها الله تبارك وتعالى في هذه الصفات، منها السمع. فالله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وقد قال ذلك عن نفسه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأثبت لنفسه صفة السمع، وأثبت لنفسه صفة الرؤية، وأثبت لنفسه صفة الكلام في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقال: فأجرهم حتى يسمعوا كلام الله. فسمى كلام الله، يبقى له كلام، بدم له كلام يبقى متكلم. وكلم الله موسى تكليما، يبقى دي 3 صفات يتكلم يعني يستوي فيها البشر، يعني البشر متصفين بها. أثبت لنفسه إرادة. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فأثبت لنفسه الإرادة. أثبت لنفسه المشيئة، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فأثبت لنفسه المشيئة. أثبت لنفسه اليد فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أثبت اليد. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فأثبت لنفسه العرش. ثم استوى على العرش، فأثبت لنفسه الاستواء. كتير، مش عاوز أطول عليكم. مثل هذه الأمور حين قرأها الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه عنها. ليه؟ زي فواتح الصور، لم يرد حديث واحد لرسول الله في الصحيح وفي غير الصحيح يتكلم فيه عن ألف لام ميم أو طه أو ياسين أو حاميم، لم يرد. ليه؟ ما حد سأله. لا، ما سألوش ليه؟ من الموضوع ما يهمهمش، مش موضوعهم. هم كانوا بيسألوه في الزكاة وفي الصلاة وفي التقرب إلى الله وفي العبادة. حتى منهم كان بيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الناس بتسأل عن الخير والشر والنفع والضر والطاعة والمعصية. حامين بقى ما فهمهاش، خلاص يبقى مش بتاعتي بقى، تبقى لغيري، تبقى للأمم اللي جاية بعد كده قبل يوم القيامة، مش ليا. ما سألوش عن اليد، ما قالوش يا رسول الله هل لله يد؟ مين بقى اللي بدأ يسأل بقى؟ الأعاجم بقى، مش الصحابة، مش الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا، الذين يبتغون تأويله. بدأوا بقى الأعاجم يخشوا، الناس اللي مش متربية في مدرسة رسول الله سيد الخلق. بدأت الناس تتكلم وتقرأ القرآن، وبدأوا دارسين الفلسفة الأجنبية والغربية، أفلاطون وأرسطوطاليس وديكارت وما إلى ذلك. بدأوا بقى يقارنوا ما بين القرآن ككتاب بيتكلم في الميتافيزيقا مع الكتب اللي اتكلمت في الميتافيزيقا بعد كده، اللي هو ما وراء الطبيعة، الغيبيات. وبدأوا يقارنوا، فبدأت الأسئلة تطلع: العرش والإيد والرجل والكلام. فانقسم العلماء فرق، منهم من أراد السلامة لنفسه وإراحة عقله، فقال: نؤمن بالكلام الذي قيل يد الله فوق أيديهم، تبقى له إيد. خلاص. الرسول بيقول إن النار هتقول: يا رب هل من مزيد؟ يمد رجله كده فيها، تقول: حسبي حسبي، وتنكمش على بعضها، يبقى له رجل.
كل شيء هالك الا وجهه، يبقى له وش. يسمع ويرى، يبقى له ودن بيسمع بيها وله عين بيشوف بيها. ادي ناس قالوا كده. ناس تانية قالت لا لا، ربنا بيقول كلمة لازم كلنا نفهمها ونقيس عليها. بقى فيه في الآيات آيات واضحة واضحة، زي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حد مش فاهمها دي؟ حدوتة دي مش مشكلة، دي آية. في آيات تانية مش مفهومة خالص، محدش عارف أوله من آخره. فيه كاف ها يا عين صاد، إيه دي؟ مفيش يعني مفيش. ففي كده وفي كده. قال لك في بقى حاجات نوزنها، في ميزان محطوط نحطه على الميزان. ربنا بيقول ايه في ميزان من الموازين المحطوطة؟ ليس كمثله شيء. حلو، يبقى ده ميزان. مادام ليس كمثله شيء يبقى ملوش ايد، لان لو له ايد يبقى مثله الناس، ولو له عين تبقى الناس لها عين، يبقى مثله اشياء. مادام ليس كمثله شيء يبقى ملوش لا ايد ولا عين ولا رجل ولا وش ولا حاجه ابدا. طب تقول ايه في الايات دي؟ قال لك كل شيء هالك الا وجهه. معناه ايه؟ اي ما ابتغي به وجهه بس. يعني كل ابن عمل ابن ادم ضايع الا ما كان لله. من كانت هجرته لله فهجرته لله. يبقى كل شيء هالك الا وجهه، معناه كل عمل ابن ادم ضايع لا ثواب عليه الا اذا كان هناك من العمل ما ابتغي به وجه الله بس. مش مسألة الوش الوجه، يعني انت مش فاهم الآية، بس الآية فيها تقدير. ها؟ طيب واليد؟ قال لك امسك الآية في الأول، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى بيتكلم عن ايه؟ الرضا. فعشان يشبه لهم الرضا لحدث وانه موافق ومؤيد لهذا، فقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الله هو رسول الله هو الله؟ لا طبعا. امال يعني ايه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله؟ اي انك انت مندوبه مفوض منه، وبالتالي يد الله فوق ايديهم. يبقى انت لما حطيت ايدك مع ايديهم كده وهم بيبايعوك، لا هم حقيقه الامر بيبايعوا ربنا، وطالما هم مش شايفين ربنا بيبايعوك انت عشان انت الرسول، فكانهم بيبايعوه لانهم مش شايفينه. ومادام حطوا ايدهم في ايدك يبقى خلاص اكنهم حطوا ايدهم في ايد ربنا، فيبقى ايد ربنا فوق ايدهم لانهم بيبايعوا ربنا. فالكلام كنايه، مفيش لا ايد ولا رجل ولا حاجه. وبداوا يمسكوا الكلام ده كله ويحولوه لايه؟ لمعاني مراده ملهاش علاقه بالجوارح. واضح؟ يبقى كلمه بقى يرى ويسمع ويتكلم كل ده ليس كمثله شيء، انما هو المسائل كلها مقصود بها العلم. لان هو السمع عباره عن ايه؟ علم بالمتكلم وبما يريد، والرؤيه عباره عن ايه؟ علم بالمشاهد. مش كده؟ يبقى المقصود كله هي علوم يعلموا بس، انتهينا. ولا في ايد ولا في رجل ولا في بتاع، خدوها كلها حولوها الى معاني صرفه. هذا الفريق الثاني. الفريق المعتدل المتوسط وهم أهل السنة. أهل السنة كالمذاهب الأربعة، الفقهاء الأئمة الأربعة دول هم أهل السنة. لأن في بعض الناس يقول لك أنا ماشي على فقه السنة ماليش دعوة بالمذاهب. يبقى أنت ما أنتش فاهم حاجة. أنت ما أنتش فاهم حاجة أبدا. أنت مش ماشي على حاجة أبدا. لأن جمهور أهل السنة هم أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد بن حنبل، هم دول اهل السنه. هم دول سماهم العلماء كده. يعني كلمه جمهور اهل السنه مقصود بها دول. فاذا كنت انت بتقول مش ماشي على دول، ماشي على السنه. انهي سنه مين؟ فالائمه دول وجمهور اهل السنه قالوا بالوسط. ايه هو الوسط؟ قالوا ان الله تبارك وتعالى حين تكلم عن الاستواء على العرش استوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وهو أعلم بمراده، دون تشبيه، دون تحديد، دون تقييد. واستواؤه على العرش
دون مماسة ودون استقرار ودون حلول أو انتقال. بس ادي اللي قاله. يبقى معنى كده ايه؟ انه صرف نظرك عن الاستواء المعلوم زي ما قال مالك، الامام الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اصل استوى يعني اهو، عارف استوى يعني ايه؟ اهو شوف انا لما اقعد بقى هنا كده واتمكن كده من الكرسي اهو ده استوى. اذا قلت دي على ربنا يبقى لمس ويبقى جسم ويبقى كان في حته ورجع جه. ما هو بدأ قبل ما يستوي كان فين؟ ما بقولك ثم استوى على العرش، يبقى قبل كده ما كانش مستوي، لم يكن ثم اصبح مستويا، يبقى حصل انتقال وهذا لا يجوز على الله. حصلت مماسه وهذا لا يجوز لانه ليس بجسم، هتقع في المحظور. لكن هو قال ثم استوى على العرش، يبقى نمسك العصايه من النص، اخد بظاهر الكلام استوى على العرش، ايوه على المعنى الذي اراده وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وافوض العلم الى الله. استوى على العرش، نعم استوى على العرش، امنت بذلك. كيف؟ ما فيش كيف هنا بقى، ولا كيف ولا اين، لان ما اعرفش، لانه ليس كمثله شيء. طب يد الله فوق ايديهم، ايوه يد الله فوق ايديهم. هل هي كناية عن الرضا؟ ابدا. هل له ايد فعلا؟ ابدا، ليس كمثله شيء. اما ايه الموضوع؟ على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. بس فهربوا ونجوا بانفسهم وفعلوا فعل الراسخين وقالوا قولهم آمنا به كل من عند ربنا. طب والسمع يا مولانا؟ قال لك نعم يسمع، لانه قال يسمع ويرى. يسمع بايه؟ قال لك لا، بايه ما اقدرش اقول، انما مش بايه اقدر اقول. فاهم ازاي؟ خد بالك، يوم ينزه الله، ينزهه عن التشبيه والتقييد والتحديد والتمثيل. يقوم يقول لك ايه؟ يسمع بغير اصمخه واذان وبغير انتقال للاصوات او خلخله في الهواء، يستوي في كمال سمعه الاصوات ولا تختلط عليه اللغات، ليس كمثله شيء. خلاص ازاي بقى؟ مش بتاعتي، ما اعرفش، لكن المهم انه مش زيك، المهم انه ملوش ودن. ليه؟ لان لو له ودن لاحتاج بعضه الى بعض. ما انت محتاج لودنك عشان تسمع، ولو قطشت ودنك هتطرش، صح؟ يبقى انت محتاج لايه؟ لودنك، وربنا غير محتاج، هو الغني. يبقى ما نقدرش نقول بيسمع ازاي وليه، اهو بيسمع بغير اذان واصمخه لانه ليس كمثله شيء، لكن لا تختلف عليه اللغات وتستوي في كمال سمعه الاصوات، ما فيش عالي وواطي. ولو الدنيا كلها اجتمعت في صعيد واحد والكل اتكلم بلغات مختلفه يسمع الكل في وقت واحد. ادي الراي بتاع جمهور اهل السنه. اظن بكده ابقى الى حد ما وفيت السائل اجابته، وبرجع للاجابه الاولى واللي بختارها وبقول فيها اراد الله بنا واراد الله منا، ما اراده بنا اخفاه عنا، وما اراده منا لم بينه لنا، فلا نشغل انفسنا بما اراده بنا عما اراده منا، فنعمل العقل فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه.